عامل لكم النهارده 2 طاجن مكرونه بشاميل باللحمه المفرومه وبالصدق، حلوين زيكم ازاي؟ شايفين الكلام؟ هو ده الكلام. هنقدر نعمل مكرونه البشاميل في الطاجن تحفه. شايفين القوام كريمي تحفه، مستويه ازاي، واللون في حته تانية. هو ده الكلام. هوبا هوبا، كلام جامد يا جماعه. نعمل مكرونه بشاميل وكل سيره بالبيت. عندنا حله فيها لتر ونص من الماء بيغلي كده. نزلنا برشه ملح، معلقه من الملح كبيره، ومعلقتين 3 من الزيت زي ما انتم شايفين، و400 جرام من المكرونه القلم دي يا جماعه، مكرونه البشاميل بتاعتنا. ونزلنا بيها كده. طبعا الماء بتغلي، خدت معانا ميكسيمم من 10 دقائق ل 12 دقيقه على النار، مش اكتر من كده يا جماعه زي ما انتم شايفين. هو ده الكلام. وطبعا عندنا بعد ما استوت كده فاضل فيها تكه بسيطه. نزلت بقى في المصفى بتاعتنا وتحت في الحوض كده على ميه جاريه كده، وبردتها وما حطيتهاش اي حاجه تاني. عندي بصله بقى عشان اعمل اللحمه، بصله متوسطه الحجم، وثلاث اربع معالق من الزيت. ونزلت بالبصله. وعندي اللحمه المفروم طبعا، وهنعمل الصدوق برده، هنقطعه ونشوحه تشويحه بسيطه بدون اي مكونات. نزلنا باللحمه استوت معانا. نزلنا بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وزيها معلقه صغيره من الملح او اقل شويه. وزي ما انتم شايفين اللحمه استوت معانا ازاي ولونها دهبي ازاي. هو ده الكلام. او اللون السوا بتاعنا وصل ازاي يا جماعه مع البصله بتاعتنا في حته تانية. نقدر نعمل مكرونه البشاميل باللحمه المفرومه الصدوق في حته تانية. طبعا عشان نعمل البشاميل بتاعنا 4 معالق من الزبده و3 معالق من الزيت زي ما انتم شايفين. بعد ما قدحوا معانا كده نزلت بقى ب5 معالق من الدقيق هرميين كده يا جماعه، بياخدوا معايا لتر من الحليب. بنساوي طبعا الدقيق على النار مع الزبده مع الزيت كده، بياخدوا معايا دقيقتين بالظبط بيستووا. بننزل بلتر من الحليب كامل زي ما انتم شايفين كده، مش لازم أن يكون بيغلي، بننزل بيه كامل كده. وطبعا بعد ما بنلفهم كده لفه كويسه ما بيخرصش معانا يا جماعه لاننا مسوين الدقيق. بننزل بعلبه 200 مللي من الكريمه اللباني. لو ما عندكش كريمه لباني مش مشكله، بس هي بتعلي التيست. وطبعا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، تقدر تحط فلفل ابيض اختياري وبراحتك، ورشه من الملح بنظبط القوام بتاعها والطعم بتاعها. هو ده الكلام. اللي فيها بقى نضيع منها الفلفل الاسود عشان ما يبقاش باين فيها كده. هو ده الكلام. كريمي ازاي يا جماعه؟ هو ده القوام المطلوب. كده البشاميل بتاعنا جاهز. نقدر نشتغل منه بعد 5 دقايق بس من منزله من على النار او 10 دقايق. طبعا المكرونه بتاعتنا اهي بعد ما صفت خالص، حطيناها بقى في اي مصفى كده او اي بوله عشان نبدا بقى نقلب فيها كده، عشان مش هنحط زيت. هنقلب البشاميل بتاعنا كده الدايب السايب ده يا جماعه. السكر زيكم كده. هو ده الكلام. احلى شويه بشاميل حلوين مسكرين زيكم كده في حته تانية من كوكب تاني زيكم. ولفينا طبعا البشاميل مع المكرونه. هو ده الكلام. كده كل حبايه مكرونه واصلها بشاميل. عندنا الطواجن هنجيبها، هننزل بقى في ارضيه الطاجن كده بالبشاميل بتاعنا ب5 6 معالق كبار من البشاميل. هو ده الكلام يا جماعه. تقدروا تعملوا البشاميل في البيت بكل سهوله بالطريقه دي، تحفه في الطاجن. طريقه الطاجن دي تحفه يا جماعه. طبعا نبدا نوزع الطبقه الاولى من المكرونه. نزلنا بقى بالطبقه الاولى كده، نبدا نوزع اللحمه المفروم. طبعا شوحنا صدوق على النار كده وقطعناه. هنبدا نوزع الصدوق بتاعنا عشان يبقى ميكس حلو كده يا جماعه وطعم لذيذ في الرايق. تقدر تحط برده صلصه، في ناس بتحط صلصه، بس انا بحب المكرونه البشاميل كما يجب ان تكون. بس انا زودت على الصدوق طبعا مع اللحمه المفروم عشان تكون غنيه كده بقى باللحوم او بالبروتين عشان الاولاد. ونزلت طبعا بالمكرونه الطبقه التانية، طبقه خفيفه برضو. وبعدين نزلنا بقى بالبشاميل بتاعنا الجميل. شوفوا قوام البشاميل كان سايب ازاي يا جماعه، مسك ازاي، بس كريمي، تحس ان انت في كريمه لباني كده. هو ده الكلام يا جماعه. كله كريمه لباني. قوام كده بص عامل زي الكاستر كده، بص بيدوم معاك اول ما يلا بيه. هو ده الكلام. تنزل بقى بالجبنه الموتزاريلا بتاعتك وتدخل الفرن من 7 دقايق ل 10 دقايق في الفرن. ولا يا ولا. هو ده الكلام. شايفين الكلام يا جماعه في الفرن؟ المكرونه البشاميل اللي بتتكلم وبتتحدث عن نفسها. مكرونه بشاميل بقى ليكم ولاسركم في البيت هتقدروا تعملوها. انا الشيف محمود بقدم وصفات واكلات، تقدروا تعملوا لي بقى سبسكرايب ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. هو ده الكلام. هوبا بقى الصاروخ رايح فين؟